المنورة. عندما كان يرفع الأذان كانت كلماته تملأ الأفق سكينة، وكان الجميع يشعرون بالفخر لأن بلالا هو من يناديهم للصلاة، فهو رفيق النبي المقرب ومحط ثقته. لكن الأيام السعيدة مرت، وجاء اليوم الذي رحل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. حزن بلال حزنا شديدا لم يطق معه البقاء في المدينة. كان كل ركن في المسجد يذكره بصديقه ومعلمه. ذرف بلال الدموع الغزيرة وشعر بضيق في صدره، فكيف له أن يؤذن ولا يرى النبي يخرج من بيته ليؤم الناس في الصلاة؟ قرر بلال أن يرحل إلى بلاد الشام محاولا أن يخفف عن نفسه ألم الفراق. هناك عاش سنوات طوال يخدم الإسلام، لكن شوقه للمدينة وللرسول لم يهدأ أبدا. وفي إحدى الليالي رأى في منامه رؤيا دعته لزيارة قبر النبي، فاستيقظ والدموع في عينيه، وقرر العودة فورا إلى مدينة النور ليجدد العهد مع ذكرياته الغالية. عندما وصل بلال إلى المدينة اجتمع حوله الصحابة وألحوا عليه أن يؤذن مرة أخرى. تردد بلال في البداية لأن قلبه لا يحتمل، لكنه وافق إكراما لهم. التقى بصديقه القديم أنس الذي عانقه بحرارة، وعندما بدأ بلال بالأذان ووصل لاسم النبي بكى بلال وبكى كل من في المدينة، فقد أعاد صوته ذكريات الزمن الجميل الذي عاشوه مع القدوة والمصطفى. وعندما اقتربت ساعة رحيل بلال عن الدنيا كانت زوجته تبكي وتقول: وحزناه، فكان يرد عليها بابتسامة مشرقة: بل وترباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. توفي بلال وهو مخلص لرسوله، تاركا لنا درسا في الحب والوفاء الذي لا ينتهي بمرور السنين. اعمل متابعة واشترك في القناة ليصلك كل جديد.